عمركم تخيلتوا باللي أمانة بسيطة تقدر تحول حطاب فقير لأغنى رجل في القبيلة؟ ولكن واش هاد الكنز كان نعمة ولا لعنة قلبت حياته وحياة عائلته؟ اليوم غادي نعاود لكم حكاية كنز الميم الغامض والنهاية اللي ما طاحت على بال حتى واحد. بقاو معايا. كان يا مكان قديم الزمن واحد الحطاب درويش كان عايش في غابة بعيدة مع جوج بنيات غزالات بحال القمر. البنت الكبيرة كانت عاقلة وخدامة والصغيرة كانت حنينة ونيتها بيضة. الحطاب ملي ماتت مراته تزوج بمرأة أخرى باش تعاونوا على الزمان، ولكن هاد زوجة الأب كانت قاصحة القلب وكتحسد البنات على الزين والقبول اللي عندهم. كانت زوجة الأب كتعطي للبنات أصعب الأشغال، سيروا جيبوا الماء من العين البعيدة، سيقوا الدار وصلوا الصوف، وهي كانت مقابلة غير الماكلة والراحة. والحطاب المسكين ملي كيرجع بالليل عيان كتكذب عليه وتقول ليه بناتك عكزانات ما كيديروا والو. واحد النهار زوجة الأب قررت تخلص منهم بمرة. قالت الحطاب عراجلي الوقت صعابت والماكلة قليلة، دي بناتك للغابة يجمعوا الحطب وخليهم تما دابا يلقاو رزقهم. الحطاب في الاول ما بغاش، ولكن هي بقات عليه بالهضره والنقير حتى وافق وهو مقهور. البنات مسكينات داهم باهم للغابه وقال لهم بقاو هنا جمعوا العواد، انا غادي نمشي نقطع واحد الشجره ونرجع. البنيات بقاو كيجمعوا ويغنيو حتى طاح الظلام وما لقاو لا باهم ولا طريق الدار. عرفوا باللي غدروا بهم وبداو كيبكيو. وهما غاديين وسط الظلام شافوا واحد الضو شاعل من بعيد، تبعوه حتى وصلوا لواحد الدار كبيره ونقيه. دقوا خرجت لهم واحد المراه شيبانيه وجهها كله نور. قالت لهم دخلوا يا بنياتي، الغابه فيها الوحوش وصعيب الحال. الميمه كانت غوله ولكن من النوع الطيب اللي كيقدر النيه. قالت للبنات انا غنمشي ونخليكم هنا، ها هي الدار نقيه وها هي الماكله، ولكن ردوا بالكم تحلوا هاد البيت الصغير. البنات عاشوا تما مده، الكبيره كتشطب وتصاوب والصغيره كتغسل وتوجد. واحد النهار الفضول غلبهم وحلوا داك البيت، لقاو فيه الكنوز والذهب والجواهر، ولكن هما مهزوا والو. عاودوا سدوا الباب ورجعوا لشغلهم بصدق. الميمه ملي رجعت وشافتهم صادقات ومنظمات قررت تكافئهم، عطات لكل وحده فيهم صرة عامرة بالذهب وقالت لهم هذه جزاء صبركم ونيتكم، هاد الطريق غاديكم لداركم. ملي رجعوا للدار الحطاب فرح بهم بزاف وندم على داكشي اللي دار. وزوجة الأب غير شافت الذهب عينيها خرجوا وسولاتهم مين جاكم، عاودوا ليها كل شيء. زوجة الأب طمعها صفطت بنتها اللي كانت كسلانة ومسمومة لنفس الغابة وقالت ليها ديري بحالهم باش تجيبي الذهب. ولكن بنت زوجة الأب ملي مشات لعند الميمة كانت كتعاملها بخيب وخلات الدار موسخة، وملي حلات بيت الكنوز سرقات منه وبغات تهرب. النتيجة كانت أن الميمة عاقبتها ورجعتها للدار وهي حالتها حالة، والذهب اللي سرقاته لقاتو تحول لحجر. ملي استقروا البنات في دارهم فضل داك الذهب اللي جابوا معاهم، ولات السميه ديالهم كتردد في القبيله كلها بالزين والاداب، وفوق هادشي الرزق اللي نزل عليهم. وصل الخبر لواحد الامير كان كيقلب على زوجه صالحه ونيتها صافيه. مشى الامير لدار الحطاب وغير شاف البنت الكبيره عجبو عقلها ورزانتها وخطبها، اما البنت الصغيره خطبها الوزير ديالو. هكذا انتقلوا البنات من وسط الغابة وتمارة لوسط القصر وعاشوا في العز اللي ما عمرهم حلموا به. وزوجة الأب ما قدرت تسرط هذا النجاح، بقات كتاكل في راسها وقررت تدير الخطة باش تخرب عليهم السعادة ديالهم. مشات لعند البنت الكبيرة اللي ولات هي لاله العروسة في القصر، وبدات كتمسكن وتقول ليها يا بنتي انا ندمت على اللي فات، خليني غير نجي نزورك ونخدمك. البنت بقلبها البيض سمحات ليها ودخلتها للقصر. واحد النهار الامير كان خارج للصيد، وزوجة الاب استغلت الفرصة وحاولت تغدر بالبنت
باش تعوضها ببنتها المسمومة. ولكن سبحان الله النية كتغلب. واحد من الخدم شافها وهي كدير السم في الماكلة وبلغ الحراس. ملي رجع الامير لقى الحقيقة بعينة، امر باش يتم النفي ديال زوجة الاب وبنتها بعيد على المملكة، ورجعوا للحياة اللي كانوا فيها في الاول، الفقر والندم، حيت اللي حفر حفرة كطيح فيها. اما الحطاب مسكين البنات ما نساوهش، جابوه وعاش معهم في القصر معزز مكرم، كيرتاح من تمارة ديال سنين اللي داز. من تما عاشوا في هناء وراحة البال، وبقات القصة ديالهم عبرة لأي واحد كيظلم أو كيطمع في حق اليتيم.